السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا صباح الفل والجمال على عيونكم، يا صباح كل حاجة حلوة. النهارده إن شاء الله فيديو جديد وروتين جديد بقى من بعد العيد نرجع كده، وعايزة أقول لكم وحشتوني جدًا ووحشتني الفيديوهات والتصوير، ويالّا بقى نقول بسم الله ونشوف هنعمل إيه النهارده. أول حاجة كده أنا صحيت من النوم النهارده كان اليوم يعني صحيت بدري شوية عشان كنت نازلة مشوار، ف كنت جايبة لبن حطيته كده يغلي وطلّعت النسكافيه بتاعي اللي إحنا عاملينه في الفريزر، وهنعمل كده إيه مجّين نسكافيه كده نشرب النسكافيه وبعدين ننزل المشوار بتاعنا ونرجع بقى نشوف هنعمل إيه. عملت كده النسكافيه دخلت أهم حاجة زي ما قُلت لِك إن أنتِ قبل أي حاجة افطري أي حاجة بسيطة. أنا خدت النسكافيه مع كحك وبسكوت اللي هو بتاع العيد و وبعدين نزلت على طول. هنا بقى كنت في المشوار أهو اللي أنا رايحاه، هو كان في نفس البلد بتاعتي بس إيه خدت عربية كده 5 دقايق والّا حاجة جيت بقى وأنا راجعة جِبت كام حاجة كده كانوا ناقصين علشان نشوف هنعمل إيه. الحاجات اللي أنا جِبتها يعني أنا جِبت لحمة بس شِلتها ما استخدمتهاش. تمام، جِبنا كده الفلفل ده كان نُص كيلو، وجِبت كمان 2 كيلو خيار، جِبت باذنجان عشان نعمل محشي، طبعًا هنعمل المحشي النهارده واللحمة هاشيلها مش هاعملها النهارده، هنخلّيها في الفريزر لوقت تاني. بس أنا إيه، كنت واخدة اللحمة إيه، فرمتها وقُلت هاشيلها كده إيه، لوقت ما نعوزها يعني، عشان في أوقات كتير بابقى أنا مش عايزة أنزل، ما فيش حد ينزل يفرم لي لحمة أو يجيب لي لحمة، فاستغليت الفرصة كده إن أنا بقى كنت تحت وكده، فإيه، عملتها. هنا بقى بعد ما رجعت كنت إيه، زي ما وريتكم كده الطلبات اللي جبناها، وغيّرت بقى الهدوم واستريحت كده شوية، ودخلت بقى إيه، ولّعت على اللحمة. اللحمة كانت صابحة ما كانتش في الفريزر فما است ما خدتش وقت يعني معايا، يعني كنا لسه جايبينها النهارده و سلقتها على طول. حطيت لها بقى التوابل بتاعتنا، حطيت بهارات لحمة حطيت فلفل أسمر وملّحتها وركنتها على جنب. وهابتدي بقى إن إحنا إيه، هاعمل محشي. النهارده هاعمل محشي باذنجان بس، مش هاعمل معاه لا فلفل ولا كوسة ولا أي حاجة، لإن بصراحة كنا إيه، زهقانين بقى من الرز والكلام ده، كل يوم رز وكده، فزهقت بصراحة، فقُلت إيه، نعمل محشي. وطبعًا ولادي مش بياكلوا المحشي، فأنا قُلت هاعمل كمية قليلة و كتغيير يعني، ومش هاكتّر علشان ما يقعدش عندنا، تمام. حطينا طبعًا زي ما أنتم عارفين، حطينا المادة الدهنية الزيت أو السمنة بتاعتنا، ونزلت كده ببصلاية حلوة. بس طبعًا زي ما أنتم عارفين في المحشي بنزوّد إيه، الزيت شوية. أنا باحط زيت وسمنة بلدي، تمام. حطيت بقى كده قرن فلفل حامي قطّعته مع البصلاية، زي ما قُلت لكم ولادي مش بياكلوا المحشي، فإيه، باحط بقى شطة وباحط اللي أنا عايزاه براحتي، فاهمين؟ إنما لو حاجة هياكلوها مش هاعرف أحط شطة. ونزلت بقى بالتوابل بتاعتي، حطيت كمون وكزبرة وقلّبت كده مع البصلة. اتفاجئت بقى إن ما كانش في بابريكا وكانت خلصت، ف قُلت المرّة الجاية إن شاء الله لمّا أنزل هابقى أجيب. بس كان عندي بقى طماطم كده في التلاجة، أنا عندي طبعًا صلصة متسبكة بس إيه، لأ استخدمت الطماطم لإن لقيتها كده اتطرت شوية وقُلت أستخدمها بدل ما تبوظ، وسِبت الصلصة زي ما هي، تمام. هنحط بقى التوابل بتاعتنا كمون وكزبرة وفلفل أسمر والملح طبعًا، وهاسيب بقى التسبيكة بتاعتي كده تتسبك براحتها، وبعد ما تتسبك هاشيل منها شوية لإنها كانت كتيرة. فأنا إيه، يعني لمّا بيكون عندي طماطم هتضطر أو خلاص يعني هتبوظ وكده، باعملها كلّها مرّة واحدة وباخد اللي اتسبكت دي أحطها في التلاجة، بدل ما أسيبها كده هتبوظ، فاهماني؟ يعني بدل ما أسيبها حبّة وكده هتطرى عندي أكتر وهتبوظ، لأ أنا باسيبها إيه، متسبكة كده في طبق أو في علبة وباحطها على السلك، أي حاجة بقى عاوزها باعملها. مسكت بقى كده الباذنجان بتاعي أهو، هابتدي بقى إن أنا إيه، أقوّر كده الباذنجان بتاعي وأنا واقفة مش هياخدوا وقت لإن هُم قليلين مش كتير، تمام. وبعدين بقى هاغسلهم كويس تكون الصلصة بتاعتي اتسبكت، كل ده وأنا واقفة في المطبخ مش هياخد معاكِ وقت خالص. هنا الصلصة أهي خلاص اتسبكت وشِلت منها الشوية اللي أنا عايزة أشيلهم لإنها كانت كتير زي ما قُلت لِك، وحطيت بقى الرز بتاعي كده. أنا الرز بتاع المحشي مش باغسله، أنا باحط الرز على طول على الصلصة على طول، تمام. حطيت بقى الرز بتاعي وكمان جبت الخضار بتاعي كده قطعته، حطيت برضه معلقة نعناع أخضر، نعناع قصدي ناشف،
وقلّبت بقى الكلام ده كلّه مع بعضه، وبس كده الخلطة بتاعتنا جاهزة. هاحطها بقى في الغطا بتاع الحلة زي ما أنتم شُفتوا كده، وهابتدي بقى إن أنا إيه، أحشي شوية البتنجان بتوعتنا، و أقرطف الملوخية بتاعتي. كنت جايبة برضه ملوخية بس ما نسيت أصورها معاكم. كنت جايبة نص كيلو ملوخية، غسلته وقرطفته وخرطته بقى برّه، عقبال ما المحشي كان استوى وإيه، وهنعمل بقى الملوخية. تمام. حطيت بقى خلاص البتنجان بتاعنا أهو، وهابتدي بقى إن أنا أسويه. الشوربة جميلة بُصّوا، البهاريز بقى اللي هي في اللحمة، اللي نازلة من اللحمة بقى جميلة. عايزة أقول لكم بُصّوا، بتخلّي المحشي خطير وطعمه حلو أوي. بس كده سقيت بقى المحشي بتاعنا وهاسيبه بقى يستوي براحته، واللحمة كانت استوت وطفيت عليها. وهابتدي بقى إيه، بعد ما المحشي استوى معايا، هابتدي بقى إيه، أعمل الملوخية بتاعتنا أهو. وأنا مولعة كده على الملوخية جنبي على العين التانية الطشة بتاعة الملوخية بقى التومة يعني إيه جاهزة معايا وهانزل بيها على طول. يا سلام بقى على الريحة في الوقت ده. يلا بقى حط لنا لايك كده حلو عشان نعمل بقى الحلو بتاعنا. بصوا خلصنا بقى الغدا وعملت المواعين ودخلت ريحت شوية، وقلنا بقى نعمل كده حاجة حلوة. هنعمل ايه؟ هنعمل بسبوسة. جبت عندي نص كيلو من السميد، هحط عليه معلقة من البيكنج باودر، وهحط عليه ربع كوباية من جوز الهند. تمام. طبعا كلنا طالعين بقى من رمضان وعندنا جوز هند وحاجات متبقية استخدميها. حطيت النص كيلو السميد. انا يعني ما عيرتوش، هو بيبقى تقريبا بالظبط كوبايتين ونص او حاجة. انت قولي للراجل هات نص، عايزة نص كيلو يعني. حطيت النص كيلو وحطيت عليه البيكنج باودر وحطيت عليه الربع ايه، ربع كوباية جوز الهند، او نص كوباية يا ستي زي ما انت عايزة. تمام. دي المواد الجافة. هنجيب بقى المواد السائلة. حطيت كوباية الا ربع من السكر، عليها كوباية الا ربع من اللبن، عليها كوباية الا ربع من السمنة. تمام. طبعا بس لازم البسبوسة طبعا تكون سمنة بلدي، ما تكونش سمنة يعني، حتى لو سمنة من التانية بس حطي معاها معلقة كده ايه بلدي. ما يكونش بقى زيت ريحته وحشة، ولا زيت مثلا تموين ولا اي حاجة. لا، مكلفة الحاجة كلفيها صح عشان ما تديكيش في الاخر نتيجة مش حلوة. تمام. هاخد بقى اللي احنا المكونات السائلة اللي احنا عملناها دي، وهحطها ايه على البوتاجاز معاها معلقة من عسل الجلوكوز لو موجود. مش موجود مفيش اي مشكلة. سيحت بقى الكلام بتاعي ده كله اهو، وبعدين هحط عليه واحدة من الفانيليا، هتديني ريحة حلوة قوي. وهقلب برضو الكلام بتاعي ده كله وانزل بيه على السميد بتاعي والمواد الجافة اللي احنا عملناها مع بعض. ما تكتريش ولا تزودي حاجة عن كده علشان ما البسبوسة ما تبقاش ناشفة معاكي، وما تبقاش سايلة قوي معاكي. فاهماني؟ يعني احنا عايزينها مرملة زي الرمل كده، المبلول حاجة بسيطة. لا عايزينها بقى سايلة زي المية او زي الكريمة، ولا عايزينها ناشفة خالص. لا، هي زي ما انت شايفة قدامك، هي دي نتيجة البسبوسة السليمة، يعني نتيجة البسبوسة الصح، علشان ما ت- ما تطلعش معاكي لا ناشفة ولا طرية قوي. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا وندهنها كده ايه، معلقة سمنة بلدي برضو في الأرضية اهو. وبعدين هنزل بقى بالبسبوسة بتاعتي في الصينية، وهابتدي ايه اسويها كده بايدي، علشان يعني انتوا زي ما انتوا شايفين هي مفرولة. انا قلت لك عايزاها زي الرمل زي الرمل المبلول كده. تمام. هبتدي بقى اسويها كده واحدة واحدة، وبعدين ايه، اخبطها كده كام خبطة عشان تتسوى معايا. وبس كده مشغلة طبعا الفرن بتاعي، ما يكونش ناره عالية ولا ناره واطية، عايزاه درجة حرارة متوسطة. ولو عندك شواية ما تشغليش الشواية غير لما هي تاخد لون كده وتشوفي اللون من الجوانب ايه، احمر، تشغلي بقى الشواية. تمام. ظبطتها كده اهو وسويتها. هجيب بقى عندي، هاتي فول سوداني، هاتي مكسرات، هاتي اي حاجة انت عايزة تسوي بيها واعمليها. انا حطيت كده فول سوداني، وكمان همشي كده عليها بالسكينة، هعمل لها الفتحات بتاعتها كده علشان قبل ما تدخل الفرن عشان تستوي معايا صح. تمام. دخلتها بقى الفرن. اول ما دخلتها الفرن كده هعمل ايه، هعمل الايه الشربات بتاعها. هحط 3 كوبايات من السكر عليهم 3 كوبايات من المية، هيغلوا معايا 10 دقايق بالظبط، وهطفي عليهم.
أطفي عليها من هنا تكون البسبوسة بتاعتي خرجت من هنا، أحط الاتنين في نفس الوقت، ما استناش لمّا البسبوسة تبرد وأشرّبها، لأ هي تتشرب وهي سخنة. حطيت 3 كوبايات من السكر، عليهم 3 كوبايات من المَيّة، عليهم معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. طبعًا البرطمان كان كان خلصان معايا، فكنت باحاول أجيب كده كل الكمية اللي فيه. بس كده، طبعًا عايزين نُص ليمونة، أنا الليمون بتاعي كان في الفريزر، فحطيتها كده متلجة وسِبتها وهي هتنزّل العصارة اللي فيها. بس كده، هنا بقى آآ كانت البسبوسة بتاعتي طلعت أهي، ما شاء الله اللون تحفة وجميل. هادّيها بقى التشريبة كده بتاعتها، بُصّوا كل ما أدّيها وتشرب أحط لها تاني، هاسيبها تتشرب وارجع أحط لها تاني، فاهمينّي؟ لحد بقى ما تاخد اللون بتاعي وتبقى مترملة. بعد ما خلاص آخر حاجة هاشرّبها لها، هاغطّيها واسيبها لتاني يوم، وكده خلاص الفيديو بتاعنا خلص وروتيننا خلص. أتمنى يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، وتقولوا لي رأيكم في الفيديو، واسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم.